حبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي، تعالوا مع بعض النهارده نتعرف على درس جديد من دروس النحو وهو التوكيد، ونتعرف يعني ايه اسلوب توكيد، ونتعرف على انواع التوكيد والالفاظ اللي بتستخدم في التوكيد. يلا بينا نشوف درسنا النهارده. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، تعالوا نبدأ مع بعض درسنا النهاردة. التوكيد. التوكيد هو تابع يذكر في الكلام ليؤكد المعنى ويتبع ما قبله اللي هو المؤكد في الإعراب. والتوكيد نوعان. أول نوع توكيد لفظي، وده بيكون بتكرار لفظ المؤكد سواء كان اسم أو فعل أو حرف أو جملة. والنوع الثاني هو توكيد معنوي، وده ليه ألفاظ مخصوصة وهي نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع. ومن خلال الأمثلة اللي جاية هنتعرف على أنواع التوكيد. وأول نوع هو التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي قلنا بيكون بتكرار لفظ المؤكد سواء كان اسم، زي لما أجي أقول محمد مجتهد، هلاقي عندي إن كلمة محمد اتكررت مرة بالأصفر ومرة بالأخضر. محمد التانية هي التوكيد المعنوي اللي هي لونها أخضر، ومحمد اللي باللون الأصفر هي المؤكد. وقلنا إن التوكيد تابع بيتبع المؤكد في الإعراب. يبقى لما أجي أعرب محمد الأولانية هقول مبتدأ مرفوع، ومحمد التانية توكيد لفظي مرفوع. أو يكون المكرر فعل زي أقبل الناجح. لما أجي أبص على كلمة أقبل هلاقيها اتكررت مرتين، فأصبحت هنا توكيد لفظي، بس في الإعراب مش هعربها توكيد، هعربها فعل عادي خالص، فعل ماضي مبني على الفتح الاتنين. بس هعرف إن هنا في توكيد لفظي بالتكرار. لما أقول أقبل أنا كررت كلمة أقبل مرتين، فأصبح التكرار هنا يفيد التوكيد، وده اسمه توكيد لفظي. أو كان المكرر حرف، زي لما أجي أقول لن يفوز الكسول. عندي الحرف لن اتكرر مرتين، ولن هنا دي احنا عارفينها أداة من أدوات نصب الفعل المضارع. لن لما اتكررت أنا بأكد عدم فوز الكسول، يبقى لن هنا لما تتكرر بيكون توكيد لفظي، بس طبعا مش هعربها توكيد لفظي لأن ده حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب، ودي تعرب أداة نصب الفعل المضارع عادي لا محل لها من الإعراب. أو كان المكرر جملة، زي لما أجي أقول الحق منتصر. الحق منتصر الأولانية، الجملة الأولانية مبتدأ وخبر، والجملة الثانية مبتدأ وخبر، بس الجملة كلها اتكررت، فالجملة دي أصبحت في محل توكيد. يبقى التوكيد اللفظي عندي بيكون بتكرار اللفظ سواء كان اللفظ ده اسم أو فعل أو حرف أو جملة. نيجي بقى للتوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي ليه 6 ألفاظ معينة، هما نفس وعين أو كلا وكلتا أو كل وجميع. والألفاظ دي ما بتكونش توكيد معنوي إلا بشرطين. أول شرط أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد ويطبقه في العدد والنوع. والشرط الثاني أنها إذا حذفت من الكلام لا تؤثر في معنى الجملة. تعالوا مع بعض نشوف الأمثلة اللي من خلالها هنتعرف على ألفاظ التوكيد المعنوي. وأول الألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي هما نفس وعين. ونفس وعين يؤكدان المفرد أو المثنى أو الجمع. وقبل ما أشرح الأمثلة بتاعتهم لازم أفتكر شروط التوكيد المعنوي، وهي أن يكون بها ضمير عائد على المؤكد، وأنها إذا حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى. وأول مثال عندي حضر الرئيس نفسه. لو بصيت في الجملة هلاقي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهي كلمة نفس، فعلى طول الكلمة اللي قبلها تكون هي المؤكد، فهي كلمة الرئيس. لما أجي أطبق الشروط بتاعة التوكيد المعنوي على كلمة نفس هلاقي إن كلمة نفس اشتملت على ضمير عائد على المؤكد بيطبقه في العدد والنوع، وأنها إذا حذفت من الجملة لا يتأثر المعنى، فأصبحت كلمة نفس توكيد معنوي. ولما أجي أعربها هعربها تابع للمؤكد، يبقى لازم أعرب المؤكد الأول اللي هي كلمة الرئيس وهي فاعل مرفوع، يبقى نفس توكيد معنوي مرفوع. المثال الثاني منحت المتسابقة عينها الجائزة. لما أبص على الجملة هلاقي إن عندي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهي كلمة عين، يبقى على طول اللي قبلها هو المؤكد كلمة المتسابقة. وطبق الشروط بتاعة التوكيد المعنوي على كلمة عينها هلاقي إن بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقه في العدد والنوع، وإن كلمة عينها لو حذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، فعلى طول أصبحت كلمة عين توكيد معنوي. وبالطبق المؤكد في الإعراب، لما أجي أعرب المؤكد اللي هي كلمة المتسابقة أعربها نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة، وعين توكيد معنوي مرفوع، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثال اللي بعده
المهندسان أنفسهما موهوبان. عندي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي في الجملة وهي كلمة أنفسهما، يبقى على طول اللي قبلها هو المؤكد اللي هي كلمة المهندسان. وطبق الشروط بتاعت التوكيد المعنوي على كلمة أنفسهما، هلاقي إن أنفسهما بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، ولو شلنا كلمة أنفسهما من الجملة مش هيتأثر المعنى، يبقى على طول كلمة أنفسهما توكيد معنوي بيطابق المؤكد في الإعراب. يبقى أعرب المؤكد اللي هي كلمة المهندسان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وأنفس هيبقى توكيد معنوي مرفوع، والضمير هيكون في محل جر مضاف إليه. المثال اللي بعده: سلمت على الطلاب أعينهم. لما أبص في الجملة هلاقي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي اللي هي كلمة أعينهم، يبقى على طول المؤكد عندي هيكون كلمة الطلاب، وكلمة أعينهم تشتمل على ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، ولو اتحذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، يبقى على طول كلمة أعين توكيد معنوي. يبقى كلمة أعين توكيد معنوي بيطابق المؤكد في الإعراب. لما أجي أعرب المؤكد هعربه اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، والتوكيد المعنوي توكيد معنوي مجرور، والضمير بيكون في محل جر مضاف إليه. ولو كده لاحظت إن كلمة نفس وكلمة عين جت مرة تؤكد المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، وجت مرة تؤكد المثنى سواء كان مذكر أو مؤنث، وجت مرة تؤكد الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث. نيجي بقى اللفظتين التانيين كلا وكلتا. وكلا وكلتا تؤكد المثنى فقط، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. وقبل ما أبدأ في الأمثلة نفتكر شروط التوكيد المعنوي: أن يكون بها ضمير عائد على المؤكد، وأنها إذا حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى. أول مثال عندي: نجح الطالبان كلاهما. لما أبص على الجملة هلاقي إن كلمة كلاهما دي من ألفاظ التوكيد المعنوي، يبقى على طول اللي قبلها كلمة الطالبان هي المؤكد، وإن كلمة كلاهما بها ضمير عائد على الطالبان اللي هي المؤكد بيطبقوا في العدد وفي النوع، ولو اتحذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، يبقى على طول كلاهما توكيد معنوي وبيطابق المؤكد في الإعراب. المثال الثاني: كرمت المدرسة الطالبتين كلتيهما. لما أجي أبص على الجملة هلاقي إن لفظة كلتيهما من ألفاظ التوكيد المعنوي، يبقى على طول المؤكد هي كلمة الطالبتين، وكلتيهما بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، ولو اتحذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، يبقى على طول كلمة كلتيهما توكيد معنوي وبالطابق المؤكد في الإعراب. فكلمة الطالبتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وكلتيهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء، والضمير بيكون طبعا في محل جر مضاف إليه. عندي حاجة صغيرة كده في كلا وكلتا، إن كلا وكلتا عند اتصالها بضمير تعرب إعراب المثنى، يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وإذا لم تتصل بضمير بتعرب إعراب المفرد بعلامات مقدرة، يعني زي لما أجي أقول كده: فاز الطالبان كلاهما. فكلمة كلاهما هنا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف لأن اتصل بها ضمير. ولما أجي أقول فاز كلا الطالبين، كلا هنا هتعرف فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، علشان كلا ما اتصلش بها ضمير فبعربها إعراب المفرد بعلامات مقدرة. وبكده نكون خلصنا كلا وكلتا اللي هما بيؤكدان المثنى فقط. نيجي بقى لآخر لفظتين وهما كل وجميع. وكل ما جميع يؤكدان الجمع والمفرد الذي له أجزاء، زي ما هشوف في الأمثلة اللي عندي. بس قبل ما أشرح الأمثلة لازم أفتكر شروط التوكيد المعنوي. أول شرط أن يكون بها ضمير عائد على المؤكد وبيطبق في العدد والنوع، وأنها إذا حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى. وأول مثال عندي: كافأت المجتهدين كلهم. لما أجي أبص على الجملة هلاقي إن كلهم لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي، يبقى كلمة المجتهدين هي المؤكد، وكلهم بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، وأنها إذا حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى، فأصبحت توكيد معنوي بيطابق المؤكد في الإعراب. المجتهدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وكل توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثال الثاني: تحدثت مع المعلمات جميعهن. لما أبص على الجملة هلاقي إن في لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي وهي كلمة جميع، يبقى على طول كلمة المعلمات هي المؤكد،
وكلمة جميعهن تشتمل على ضمير عائد على المؤكد بيطبقه في العدد والنوع، ولو حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى، فأصبحت توكيد معنوي بيطابق المؤكد في الإعراب. المعلمات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يبقى جميع هنا توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الكسرة، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثال اللي بعده: قرأت الكتاب كله. لما أجي أبص على كلمة كله دي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي، وكلمة الكتاب هتبقى المؤكد، وده مفرد ليه أجزاء، هو مش جمع، هو مفرد أهو له أجزاء. وكلمة كله عائدة بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، ولو حذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، فكلمة كل هتبقى توكيد معنوي. ولما أجي أعربها لازم أعرب المؤكد قبلها، المؤكد مفعول به منصوب، يبقى التوكيد المعنوي تابع للمؤكد هيبقى توكيد معنوي منصوب. وبكده نكون خلصنا ألفاظ التوكيد المعنوي، وعرفنا إن الست ألفاظ اللي هم نفس وعين، ودول بيأكدوا المفرد والمثنى والجمع. كلا وكلتا، ودول بيأكدوا المثنى فقط، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. وكل وجميع، دول بيؤكدوا الجمع والمفرد الذي له أجزاء. وعرفنا إن شروط التوكيد المعنوي إن لازم الست ألفاظ دول عشان تشتغل توكيد معنوي يكون بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، وإن لفظة التوكيد المعنوي لو اتحذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى. عندي بعض الملاحظات المهمة اللي لازم أخد بالي منها عشان أعرف أجاوب على أي سؤال من أسئلة التوكيد. وأول ملاحظة عندي إن ألفاظ التوكيد المعنوي لو جت من غير ضمير بتعرب حسب موقعها في الجملة، واللي بعدها بيعرب مضاف إليه. زي لما أجي أقول نفس المؤمن مطمئنة، عندي لفظة من ألفاظ التوكيد المعنوي اللي هي كلمة نفس، وده كانت من غير ضمير فبتعرب حسب موقعها في الجملة. فكلمة نفس هنا لما أجي أعربها مبتدأ مرفوع، والمؤمن هعربه مضاف إليه مجرور. الملحوظة الثانية إن التوكيد المعنوي إذا حذف من الجملة لا يؤثر ذلك في المعنى، لو اتأثر المعنى ما يبقاش توكيد معنوي. زي لما أجي أقول الطالبان كلاهما مجتهدان، لما أجي أحذف كلمة كلاهما من الجملة هقول الطالبان مجتهدان، فالجملة هنا ما تأثرش فيها المعنى، فعلى طول كلمة كلاهما توكيد معنوي اشتملت على ضمير بالطبق المؤكد في العدد والنوع، ولو اتحذفت من الجملة مش هيتأثر المعنى، يبقى إيه؟ على طول أعربها توكيد معنوي. في مثال عندي بيقول الطالبان كلاهما مجتهد، لو أنا شلت كلمة كلاهما من الجملة هتبقى الجملة الطالبان مجتهد، والمعنى كده مش سليم، لأن ما ينفعش المبتدأ يبقى مثنى وخبره مفرد، لازم المبتدأ مثنى والخبر مثنى. لما أجي أقول الطالبان كلاهما مجتهد يبقى كلاهما عنصر أساسي من الجملة، مش توكيد معنوي، مش زيادة، مش تابع، ما ينفعش أعربه توكيد معنوي لأن بحذفه يختل معنى الجملة. فإعرابها هنا تعرب حسب موقعها في الجملة، فإعرابها هنا مبتدأ ثاني مرفوع. في المثال الثاني ده هنلاقي كلمة كلاهما لو اتحذفت من الجملة المعنى مش هيستقيم، عشان كده ما عرفتهاش توكيد، عرفتها مبتدأ تاني مرفوع. نيجي بقى نجمع اللي احنا شرحناه كله في القاعدة. التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لتأكيد المعنى ويتبع ما قبله في الإعراب، وما قبله اللي هو المؤكد. والتوكيد عندي نوعين، وأول نوع هو التوكيد اللفظي، وده بيكون بتكرار اللفظ نفسه سواء كان اللفظ ده اسم أو فعل أو حرف أو جملة. والنوع الثاني هو التوكيد المعنوي، وده ليه ألفاظ مخصوصة، 6 ألفاظ هما نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع، وما بعرفش أعربهم توكيد معنوي إلا بشرطين. أول شرط أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد بيطبقوا في العدد والنوع، والشرط الثاني أنها إذا حذفت من الجملة لا تؤثر في المعنى. وبكده نكون خلصنا درس التوكيد، ويا رب نكون فهمنا الدرس كويس، وإن شاء الله نجيب أعلى الدرجات.